الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن في نزول الأمطار وتصريفها بين البلاد عبرة للمتذكرين وحجة على الكافرين. قال الله تعالى: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ومن آيات الله في المطر أن الله قد يمنعه بسبب ذنوب العباد ليرجعوا إليه ويستغفروه. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى يرسل المطر لحكمة ويمنعه لحكمة وهو الحكيم الحميد. عباد الله، ما وقع بلاء إلا بذنب وما ارتفع إلا بتوبة، فطاعة الله واجتناب معاصيه سبب للبركات من السماء والأرض. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، إن المعاصي تزيل النعم وتحل النقم. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فلا يغير الله تعالى نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فهنا تزول النعم. نسأل الله السلامة والعافية. ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول الأمطار. قال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعلينا جميعا عباد الله أن نتوب إلى الله وأن نستغفره. عباد الله، إني داع فأمنوا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللؤواء والجهد والظن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرر واسقنا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك. اللهم اسق عبادك وبهائمك
وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. عباد الله، يكتب بنبيكم صلى الله عليه وسلم بقلب الرداء تفاؤلا على ربكم أن يقلب حالكم إلى الرخاء. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وصلوا وسلموا على نبيكم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.